مساء الفل والياسمين على حبايب قلبي الحلوين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. ما تنسونيش بلايك وشير وسبسكرايب للقناة علشان يوصلكوا كل جديد. طبعا في جو المطرة وجو البرد ده بحب افكركم دايما ان احنا لازم نهتم بتدفئة اي طيور عندنا، سواء بط او فراخ. لازم ان انا اهتم بيهم. اولا لو انا عندي شبابيك مفتحة وحاجات كتيرة، لا بقفل الحاجات دي حتى لو هي مفتوحة من غير خشب، ممكن ان انا احط عليها مشمع وبسيب حاجات بسيطة ادخل الشمس. او لو انا عندي استطاعة ان انا اقفلها بالليل وافتح منها جزء بالنهار، يا ريت، علشان الشمس تدخل من كل مكان. كمان تحت رجلين الفراخ او البط لازم بحط قش او بحط تبن على حسب المتوفر عندك، او نشارة. ليه التدفئة دي مهمة جدا؟ لان رجل الطائر بتبقى على الارض، فده بيعرضه للبرد ويخليه يكش ويعطس والكلام ده كله. طيب كمان ايه لازم نهتم بايه؟ بالليمون. نحط ليمون دايما على المية. نحط توم وبصل، ده بيقوي المناعة، بيحميهم من اي برد اي عطس. كل الحاجات دي مهمة جدا لنمو الطائر. كمان بيض الفراخ فعلا بيتعلق بحكاية البرودة، يعني في البرودة ممكن ان هما ما يبيضوش، ده بسبب طبعا البرد. لكن انت لو دفيتيهم وحطيت لهم حاجات تحتيهم هتاخدي منهم انتاج بيض عالي.